يا صباح الفل وصباح الورد، صباح الجمال عليكم. عام دراسة سعيد على ولادنا وعلى الولاد جميعًا. طبعًا أنا باعتذر عن صوتي. النهارده طبعًا أول يوم مدارس، سنة أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي. ربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة على الولاد كلها وعلى أولياء الأمور وعلى المدرسين. فأنا ابتديت بقى اليوم بتاعي بقى، قُلت أصوّر معاكم اليوم بتاع مزّوني حبيبي، ربنا يخلّيه لي تعالَ زوني. مزّوني إن شاء الله داخل سنة أولى إعدادي. فقُلت لازم أصوّر اليوم بتاعه كده أهوّة ويبقى معايا، عشان الحاجات دي بتبقى ذكرى والولاد بيبقوا فرحانين بيها أوي. عام دراسة سعيدة مازن. طبعًا العام الدراسي بتاعه السعيد كسر النضارة وعملنا نضارة جديدة، يعني ما شاء الله عليه. خساير من كل ناحية. بس قولوا لي بقى إيه رأيكم في اليونيفورم بتاعه؟ سويت بانس كحلي مع التيشيرت بتاع المدرسة لونه جميل جدًا، مع النضارة البيضا القمر. عملت إيه، شغل جامد على الآخر. كل سنة وأنتِ طيبة يا زوزوني. وأنتِ طيبة. طب مستعد للعام الدراسي الجديد؟ لأ. لأ؟ مش مستعد للمدرسة؟ ليه يا بزوني؟ أنتِ أولى إعدادي باينة. لا لا لا، انت قوي وجدع، ونستعدوا وان شاء الله ربنا يجعله عام دراسي سعيد عليكم، وتطلع السنه سهله ما تخافش منها. يا رب. الولاد متخوفين من النظام الجديد ومن اولى اعدادي. هو اي نعم النظام تقيل، بس ان شاء الله يبقى عام ايه سعيد وسهل عليهم. فيلا بينا بقى نحضر لانش بوكس ونحضر السندوتشات بتاعتنا. خليكم معانا لحد اخر الفيديو. طبعا حضرنا بقى جبنه لانشون، جبنه تركي وجبنه بيضه. طبعا جايب الحاجات الحلوه بتاعته. طبعا بجيب حاجات بسيطه. زي ما اتفقنا، احنا قلنا على قد ما نقدر نبسط لولادنا. برجر لأ. آه، شاورما، الاكل اللي هو الكفته، الحاجات المكرونه، الحاجات اللي هي الاكل دوت اللي هو بتاع غدا ملوش لزوم ناخدوه المدرسه. يعني ابسط حاجه الجبنات، لان ولادنا هيروحوا المدرسه، في ولاد هيقعدوا جنبهم. ما ينفعش ولادنا يكون معاهم حاجه وغيرهم ما معهوش. ما ينفعش حد يبص لولادنا. لازم نراعي ظروف اللي حوالينا. فابسط حاجه ان احنا ناخد الجبنات، ناخد حاجات بسيطه. يعني الحاجات اللي ممكن تحس اللي ممكن يكون حد مش جايبها ويبص فيها لاولادك، بلاش. فخليك على قد ما تقدري تبسطي الموضوع. فانا بصراحه انا ماشيه بمبدأ اللي انا اعمل الحاجات دي، لان زي ما انا مش بحب ولادي يبقوا شايفين حاجه ونفسهم فيها او يبصوا لحد. يا ريت تعاملي ولاد الناس زي ولادك. تمام. فانا قلت دي يعني ايه، ممكن بيض، الحاجات اللي هي ديت، تعملي بيض، تعملي فول، جبنه قريش، الحاجات اللي هي دي. لكن بلاش بقى اشي برجر، اشي بانيه، حاجات اللي هي مش لازم بصراحه يا جماعه. لما انت تديله الحاجات دي في المدرسه هيجي يتغدى ايه؟ بصراحه ما ينفعش. فالحاجات دي تبقى ابسط حاجه. وبرده انا اللانشون مش بكتر منه، لاني بخاف منه. لما بعمله في البيت ما بخافش منه. ممكن اللانشون مره كل فتره بصراحه، مش هقول لكم انا بكتر في اللانشون. زي ما اتفقنا مش هكتر في اللانشون. طبعا انا هعمل اللانش بوكس وهخليه ايه يفطر. يعني هو اللانش بوكس بسيط. نجيب معلقه. تمام. انا ممكن احط له واحد تاني باللبيبه عشان اليوم طويل، وانا ابني مسائي. فمش عارفه بقى انا هحط له كده اول يوم اشوف هياكل الاكل كله ولا لا. لا بلاش بيضه. اهو. تمام.
طبعا مش هحط فاكهه، يعني بصوا عشان مش عارفه كان باين في الكاميرا ولا لا. حطيت له السندوتشات بتاعته اهي، تمام. وادي الشيبس بتاعه، ودي هجيب ازازه الميه، وازازه الميه بتاعته اهي كنت حاطه له في الفريزر عشان تبقى ساقعه، بس ان شاء الله على مدار اليوم هتفك لان هي الجو حر جدا. فهحط له بقى الحاجه في الشنطه وننزله. احنا نازلين بقى ورايحين المدرسه. دعواتكم، وقولوا لنا بقى يوم دراسه سعيد في الكومنتات كده، صلى على رسولنا يوم دراسه سعيد. مازن دخل يشتري حاجات من هنا وزمانه طالع. لسه ما جابش حاجه. الناس هياخد المناديل، طلع يجيب، راح يجيبها، قلت بدل ما اطلعه فوق تاني. ركبنا التونيه، وهنا كنا حاسين ان الموضوع زحمه لان كام ولية امر جت معانا المدرسه تشوف ايه نظام المدرسه. بس في العادي هيبقوا 7 تنفار في العربيه، تبقى العربيه رايقه والولاد كانوا فرحانين. بصوا بقى هنا اهوت، المدرسه وسط فيلل، شايفين الطريق كله فيلل، مفيش عماير مفيش بيوت خالص. فعشان كده مش امان ان العيال تروح لوحدها. هو في مواصلات وكل حاجه، بس برضو مش امان. فاحنا كان الامان لنا ان احنا نعمل لهم ايه، ابونيه في عربيه. وبصراحه ابو محمد يعني راجل محترم جدا وحنين على الولاد. هنا بقى وصلنا عند المدرسه، وكان تكدس وزحمه وبهدله مش قادره اقول لكم طبعا، وكل اولياء الامور كانوا متخوفين من الزحمه دي. بس والله يعني انا سايباها على الله، وربنا الحافظ وربنا يرعاهم كلهم. ودي المدرسه اسمها التنوير الحنفيه. وديت مازن المدرسه وانتهزت الفرصه وانا جايه جبت حبه طلبات، بس كان فعلا كان لازم اروح اول يوم اشوف موقع المدرسه اشوف مكانها. هي اي نعم وسط فيلل وكده هوت، بس برضو العيله اشقيه، شفت منظر زحمه، طبعا واحد لازم يخاف على الولاد، فكان لازم ان انا اشترك له في ابونيه عشان يوديه ويجيبه وابقى مطمئنه عليه. فتعالوا بقى اوريكم حبه الطلبات اللي انا اجيبها، ولسه ما فطرتش انا وملك. هفضي الحاجات ديت وهفطر انا وملك، ولسه مش عارفين هنتغدى ايه بقى، يومنا على الله النهارده. تعالوا بقى بصوا الحاجات اللي انا جبتها. بصوا جبت جوافه لقيتها ب 15 جنيه. بصوا جميله حلوه قوي، هي شايفين. جبت لهم 2 كيلو. جبت 2 كيلو بطاطس ب 10 جنيه. جبت دي فلافل هنفطر بقى انا وملك. جبت كيلو بنجر ب 10 جنيه. دي خضره اعملها سلطه. جبت نص كيلو بتنجان ب 5 جنيه. جبت 2 كيلو بلح كيلو ب 15 جنيه. ولسه بقى ايه هنفكر بقى هنتغدى ايه هنعمل ايه يومنا ماشي ازاي مش عارفين. فقولي ايه رايكم في اليوم بتاعنا، وقولوا لنا عام دراسه سعيد علينا وعليكم اللهم امين، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.